ممكن تفتكر ان اللي قدامك ده موبايل، بس في الحقيقة ان دي كاميرا من شركة بانوكس. فلو انت صانع محتوى وبتفكر تشتري كاميرا يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده. اما بقى ميزة ان يكون معاك كاميرا تحس انها بتصورك وهي طايرة، فوقتها هتقدر تصور نفسك بشكل مختلف. ضيف كمان على كده كمية الزوايا المختلفة اللي مفيش كاميرا تانية تقدر تعمل بيها ده، وحجمها صغير، يعني لو انت بتصور في اماكن عامة محدش هياخد باله. ده غير انك انت قادر توصل المايك بتاعك على الكاميرا وتسجل صوتك على طول على الكاميرا. لا وغير كده بقى ان انت كمان مش مهتم ان انت تركز على الفريم بتاعك، لان انت بتصور 360 يعني كل حاجه معاك. يعني من الاخر انت تتمشى براحتك وبعد كده تشوف اللي انت عايز تبينه. اما بقى بالنسبه للكواليتي اللي هتخرج بيه، فانا مش هقعد اقول لك بقى انها بتصور 5K و8K فكل اللي اقدر اقوله لك ان ده تصويرها بالصبح وده تصويرها بالليل. فعايزك بقى تفكر في كميه الافكار اللي انت ممكن تطلع بيها، ده غير طبعا الزوايا المجنونه